الله حط الكزبرة، حطيت كمان عليها واحد فلفل ناشف وحبة لوز بجري. طبعا ححمصها شوية شوية بس. أول ما خلاص تخلصي منها حطي الطاوة تسخن، خديلك أصغر قطعة في صدور الدجاج، يلا حطها. طبعا أبغى دقيقة لكل وجه. طبعا حطينا منقوع الفلفل، البهارات اللي طحناها. اللي حسويه نشيله شو كيف صار كأنه بطاطس. حأصفي الزيت، أحط الثوم، الصلصة الكورية وحطيت لكم اسمها الموية. نرجع اللوتس هنا، نحط الموية، 3 دقايق بس الموية مع هذا الأرز، لأنها لو انسابت أكثر من كده حتقعد تشرب وأنا ما أبغى. نشيلها شو كيف دابت. حأصب فنجان موية في طاوة فاضية. أول ما تغلي الموية حط البيضة. طبعا هنا حنسوي الفقرة السعيدة تماما. أول حاجة رامية الدجاج، الصوص، الله شوفوا لي اللوتس، حطينا البيضة حقتنا، نحط الكزبرة، ولكم أن تتخيلوا هذا الطعم. الموضوع مرة حلو، شفتوا التجارب العجيبة الغريبة دي ترى مرة طيبة. خلصنا أطعم رامن لوتس، أطعم شيء بالذات اللي نعمل في البيت. ما أدري، أحس إحساسي غريب. المفروض إني أقول لكم عليكم بالعافية، ولا تنسوا تشاركوا الفيديو وتحطوا لايك وتكتبوا لي تعليق لطيف زيكم. ما أدري، أحسها غريبة. أحس الواحد لو عجبه الشي حيحط لايك بدون شي. فأتمنى إنكم تجربوها وإن شاء الله تحبوها، وعلينا عليكم بالعافية يا رب.